الجوهرة التي سوف تمتع لسنوات وسنوات عديدة. 17 سنة، لك أن تتخيل ب 17 سنة فقط يقدم مجد كبير لإسبانيا ولبرشلونة. هنا لقطة، هنا خطورة، هنا ضربة، هنا أولى، هنا تصويبة. بداية قوية لبرشلونة، بداية قوية لبرشلونة. بصغار برشلونة تكتب الأمجاد الكبيرة. نعم، بصغار برشلونة تكتب الأمجاد الكبيرة للبلوغرانا. البارسا يضرب من البداية، البارسا يضرب من البداية بتصويبة تأتي للاعب جافي في لقطة جميلة جدا لصالح برشلونة المسيطر تماما على المواجهة. شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف اللمسة. أولمو بلمسة وتمريرة وصناعة. يأتي جافي بالهدف الأول لصالح برشلونة من خلال هذه المواجهة. إذن برشلونة يبدأ بقوة، وعلى المجد الكلاسيكو الماضي والقوة التي ظهر فيها برشلونة يستمر بقوته، يستمر بعنفوان برشلونة. إذن بصغار برشلونة دائما تكتب الأمجاد الكبيرة. يتقدم برشلونة بالتمريرة لصالح بيدري. يتقدم بيدري، مرر الكرة يتركها. يا سلام، يا سلام على الثنائية. يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. سطوة السوبر، عين البرشلوني على اقتناص كل ألقاب الموسم. نعم، بعد سطوة السوبر عين البرشلوني على اقتناص كل ألقاب الموسم. أي سطوة، أي متعة، أي كرة يقدمها نادي برشلونة في هذا الموسم. متعة كبيرة، متعة كبيرة. حتى بلغريني أعتقد أنه مستمتع بهذا الأداء لبرشلونة. شوف اللقطة، شوف اللقطة الأولى تأتي من بيدري، لمسة جميلة. يا سلام يا يامال، يا سلام يا يامال. لمسة جميلة جدا، لمسة رائعة جدا. شوف اللقطة، متعة كبيرة يقدمها برشلونة هنا في أرضية ميدانا. متعة كبيرة يقدمها برشلونة في هذا الموسم. نعم، بعد سطوة السوبر عين البرشلوني على اقتناص كل ألقاب الموسم، كل ألقاب الموسم. ربما يكون لبرشلونة كلمة في كل الألقاب. كان له الكلمة العليا في كأس السوبر الإسباني. وجديد، الأمل ما زال موجود، الأمل ما زال موجود. لكن رونالدو أراوخو تصل الكرة. يا سلام، مرور ممتاز. انطلاقة لمرتدة لبرشلونة، مرتدة خطيرة، مرتدة ربما للثالث. يا عيني على المرور، يا عيني على التقدم، يا عيني على التصويبة. والكرة رافينيا، رافينيا، رافينيا. نعم، رافينيا يسجل، رافينيا يسجل هذه المرة. مرتدة خيالية لبرشلونة، مرتدة مثالية لبرشلونة، مرتدة يأتي معها ثالث الأهداف. لكن عينك على يامال، الجهد كله يامال، القوة كلها يامال، المهارة كلها للامين. لعبة جميلة جدا لبرشلونة، مرتدة تدرس، مرتدة لا تمل من مشاهدتها، لا تمل من مشاهدتها. شوف اللقطة، شوف المرتدة من مين من يامال. يا سلام على المرور الأول والتقدم والسرعة والمسافة الكبيرة التي قطعها هذا الشاب. يا سلام، يا سلام. مر من الأول والثاني، صوب اللقطة. الكرة الأولى ارتدت لرافينيا، وجدها من أمامه. مثل هذه الكرات لا يضيعها، مثل هذه الكرات دائما ما يسجلها. مثل هذه الكرات هو يريدها من أمامه ليسجل وليعلن، وكأنه يقول في كل مرة انتظروني فلدي المزيد لأفاجئكم به. رافينيا يفاجئ الجميع حقيقة في هذا الموسم بمستوى كبير وبتألق غير عادي مع المدرب هانس فليك. كان لرافينيا كلمة في هذا الموسم، وما زالت كلمته مستمرة حقيقة من بداية هذا الموسم. عين على اللقب 32. الكرة ملعوبة عرضية للأمام، رأسية مقطوعة، تأتي من جديد. التصويب على الطاير، عادت الكرة والكرة ما زالت خطورتها عند أولمو. يا سلام يا أولمو، تمريرة داخل 18. فيران توريس يسجل الهدف الرابع. نعم، رباعية تبين لك المستوى كبير في هذه المباراة، تبين لك الفوارق الكبيرة بين برشلونة وبيتيس، يبين لك الفوارق الهائلة جدا بين برشلونة وبيتيس. إذن البديل فيران توريس
يسجل الهدف الرابع ويتقدم بالنتيجة رباعية كبيرة، رباعية تثبت لك أن برشلونة في هذا الموسم يضرب ولا يبالي، يضرب ولا يبالي، لا يفكر بالنتيجة. هي عقلية ألمانية، العقلية الألمانية تقول لا يهم كم سجلنا، لا يهم أبدا كم تقدمنا بالنتيجة، المهم أن نسجل وأن نستمر بالتسجيل. هنا فيران توريس يستمر بالتسجيل والتألق ويسجل بعد لمسة رائعة جدا وصناعة فاخرة من دانيال اولمو ليسجل معها فيران توريس الهدف الرابع بطريقة حلوة جدا. والكرة صعبة جدا على فران باربوسا الذي أصبح يعاني كثيرا في هذه المواجهة بعد تلقي 5 أهداف أو 6 أهداف سجلت في مرمى، 2 منها ألغي بعد داعي التسلل. لمسة ليدي يونغ في وسط الملعب، يمرر كرته من جديد فيرمين، جميلة ليامال، يتقدم للخامس، نعم الهدف الخامس، لكن أيضا تسلل. ما مشت معاك اليوم، مو راضية تمشي معاك اليوم يا لامين. شوف اللقطة الماضية، التسلل، لعبة كانت جميلة من فيرمين، لكن من الممكن أن يكون هدف صحيح، من الممكن أن يكون هدف صحيح. انتظار للتأكد من اللقطة، هل كان لامين يامال في موقف التسلل؟ لقطة لم تكن واضحة جدا. لابورتا الذي يأمل بعهد جديد مميز جدا، بعودة برشلونة من جديد إلى الألقاب، إلى التتويج، إلى ألقاب عديدة تكون في كل موسم. حتى الآن الأمور مبشرة بخير لكل جماهير البلوغرانا. البارسا في هذا الموسم بداية رائعة مميزة، اختيار مهم لهانس فليك الألماني. نعم هدف خامس لصالح برشلونة، خماسية وسط نظرة لديكو النجم البرشلوني السابق الذي يشاهد الموهبة الجديدة، يسجل 5 أهداف هذا اللقاء لنادي برشلونة. إذا خماسية ونتيجة كبيرة. شوف اللقطة لم يكن فيها شيء، تمريرة فيرمين كانت رائعة جدا، البينية والإنهاء الأروع الذي كان من الموهبة الرائعة، الموهبة التي ربما تكون خالدة في سن صغير، في 17 سنة فقط، يقدم أداء مذهل هذا اللاعب الذي كما قلت في اسمه جمال وفي أفعاله إرث الأساطير الكبار. نعم فيتور من أمام بينيا، وصفرات الاستهجان للتأثير على فيتور روكي من الجماهير الحاضرة البرشلونية، وانتظار لصافرة حكم المباراة. فيتور روكي من أمام بينيا، فيتور يصوبها ويسجل الهدف الأول. نعم أول أهداف ريال بيتيس يسجل في آخر الدقائق في هذه المواجهة، ليأتي الهدف الوحيد وهدف حفظ ماء الوجه في اللقطة الماضية. شوف فيتور صوبها، كاد أن يتصدى لها بينيا، ولكن الكرة كانت قوية من فيتور. هدف أول، هدف وحيد يأتي من ركلة الجزاء بعد الجهد الذي كان للشاب جيسوس رودريغيز.